قبل أي كلام، ربنا يعين كل الدول العربية على اللي هم فيه، والله العظيم بجد ومن قلبي. ولكن أنا جاي أتكلم في كام نقطة مهمة جدًا بعض المصريين بتعملها أو الناس اللي في الخارج بتعملها. هو يعني معلش ليه دولة تحرّك جيشها لدولة تانية؟ يعني الدولة دي تسيب بلدها اللي هي المفروض الجنود دي بتحميها عشان تحمي دولة تانية، مش عارف إزاي. طب هو معلش سؤال، هو دلوقتي مش الريس كان قاعد في اجتماع قبل كده وقال لكم نعمل جيش عربي موحد، كلكم كبرتوا دماغكم وكلكم نفضتوا وكلكم اعتقدتوا إن الدولة اللي هي حاطة قواعدها عندكم، اللي هي القواعد دي محطوطة عشان تضرب العرب أصلًا، وأنتم اعتقدتوا إن الدولة اللي أنتم بتدوها مليارات الدولارات هتحميكم، مع إنها النهارده الدولة دي مش قادرة تحمي نفسها. فييجي لك واحد بقى يروح طالع كده يقول لك إيه، أين العروبة؟ أين مش عارف إيه، أنت مالك ومال العروبة؟ أنت تعرف إيه عن العروبة؟ يعني أنت عايز دولة تحرك لك جيشها عشان خاطر تيجي تحميك أنت وتسيب أرضها؟ يعني أنت بتفكر إزاي؟ عايز أفهم دي، أنت بتفكر إزاي؟ ممكن الرئيس مثلًا يحاول يحل بطريقة سياسية، بطريقة دبلوماسية يعني، إنما يحرك لك جيش لحد عندك مقابل إيه؟ ولا حاجة. يعني أنا واحد من الناس، أنا كنت عسكري في الجيش، أنا لو جُم النهارده قالوا لي تعالَ أنت هتروح دولة عربية تحارب هناك معاهم، مش هاروح، حتى لو هتقدم لمحاكمة عسكرية مش رايح. أروح فين؟ أروح أضحي بنفسي من أجل مين؟ ما ده السؤال، من أجل مين؟ طب مثلًا لو قال لك مصر بتحارب، لأ هنروح غصب عننا عشان دي بلدنا، دي أرضنا، هنا أهلنا، هنا كل حاجة، هنضحي بقى بحياتنا، مش مشكلة عِشنا مُتنا مش هتفرق، إحنا نعمل اللي علينا لحد آخر نفس عشان دي بلدنا. أجي لك أنت أحارب لك ليه؟ إذا كان لمّا الريس طلب منكم نعمل جيش عربي موحد كبرتوا دماغكم ورحتوا دفعتوا مليارات الدولارات برّه لدولة مش عارفة تحمي نفسها أصلًا، وإيران الله أكبر عليهم مهلفتينهم، مبسوط أنا جدًا بإيران. النقطة بتاعة ضرب القواعد اللي في البلاد العربية والكلام ده، ده كان لازم يحصل، إيران لو ما عملتش كده كان هيتمسح بيها الأرض. فأنت النهارده كدولة عربية حاطط قواعد عندك هتضرب العرب برّه، يعني لو ما ضربتكش أنت هتضربنا، هتضرب غيرنا. فاللي إيران بتعمله ده الصح. أمّا شوية الهلافيت اللي هم في الخارج، اللي كل واحد طالع مصور لي فيديو فاهم إن هو هياخد بونت، والله لو بتحاربوا أنا هاحارب معاكم وأنا مش هاعمل إيه والكلام ده كله، وتلاقيه بقى إيه، يا إما كان هربان من الجيش، يا إما دافع الغرامة عشان خاطر ياخد شهادة الجيش، يا إما هتلاقي عيل بلية، عيل عنده لا مؤاخذة بزازه كبيرة كده، يعني عايز مع احترامي ليكم يعني عايز يلبس سونتيان عشان يداري البتاع المدلدل ده، ويجي يقول لك أنا هاحارب وأنا يا ابني تحارب إيه بس يا ابني، يا ابني أنت بتطلع السلم بتنهج، يا ابني ما تقرفناش، يا ابني ما تقولش أي كلام وخلاص، يا ابني مش ناقصين قرف. طب سؤال، أنت لما تطلع تعمل فيديو وتقول الكلام ده، هل مثلا هيدفعوا لك الإيجار بتاع السكن؟ هل هيأكلوك؟ هيمسكوك ولاية هناك مثلا لنقد ولا إيه؟ هيمسكوك حاجة هناك؟ ما تفككوا من الأونطة دي، والله العظيم معظم الناس اللي بتتكلم دي لو جيت قلت لهم إحنا بنحارب، مصر بتحارب، مش هيجوا بلدهم، مش هيجوا. عارفين إحنا أحلى حاجة فينا في مصر إيه؟ مهما كانت ظروفنا، مهما كانت الدنيا، مهما كان الأوضاع مش عاجبانا، بلدنا لما بتخش في أي حاجة مواجهة، البلد كلها على قلب رجل واحد، البلد كلها على قلب رجل واحد. يعني مفيش، احنا داخلين يا روح ما بعدك روح. فده الفرق ما بيننا وما بين اي حد بيتكلم كلام سهل، انما الفعل اللي صعب. معظم اللي بيصوروا فيديوهات ويطلع يقول لك مش عارف ايه، وربنا معظمهم ما يعرفش يمسك الآلي أصلاً. معظمهم ما يعرفش يطلع السلم، بيطلع السلم وهو بينهج. ايه يا جدعان بتقولوا، انتوا بتعملوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ وحياة ابوكم بلاش والنبي الوشوش المزيفه، الوشوش الكدابه. لو جيت سالت نفسك كده، انا ادفع ثمن ضريبه دوله تانية ليه؟ طب هقول لك على حاجه، انا كاحمد النهارده كنت بفكر في يوم من الايام ان اسافر. انا النهارده لو سافرت مثلا وحصل اللي حصل اليومين دول، الدوله قالت لك حارب، اقول لهم لا سلام عليكم وراجع بلدنا. طب ليه؟ انا مالي؟ انا لما باجي اقعد عندك في دولتك بدفع الرسوم اللي انت بتطلبها مني، مش مطلوب مني احارب لك، مش مطلوب مني اضحي بحياتي من اجلك، لكن في بلدي مطلوب مني اضحي بكل حاجه من اجل بلدي، دي الوطنيه. فهمت حاجه؟ اتمنى تكون فهمت.